السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في فيديو النهارده. ان شاء الله هنعرف يعني ايه ان ان، يعني ايه اوتوميشن، ازاي بنشغله وازاي كمان بنستخدمه. وهنعمل نماذج عمليه اذا كانت تنفعك في مجال شغلك او حياتك اليوميه. وهنرد برضو على الاسئله اللي هتيجي في دماغك لو لسه داخل المجال من ناحيه وظائف الاوتوميشن، التكلفه، الادوات. وخلينا نبدا يلا على طول. طيب يا شباب، خلينا نبدأ. ايه هو ان ات ان؟ ان ات ان بكل بساطة هي منصة او اداة بنستخدمها عشان نبني الاوتوميشن بطريقة مرسومة مش اكواد. تمام. يعني ايه طريقة مرسومة؟ طريقة مرسومة احنا شغلنا كله على ان ات ان بيكون على شكل مربعات بنوصلها ببعض. طيب ايه هي المربعات دي، او بتسمى ايه؟ بتسمى نود. تمام، بتسمى نود. طيب النود دي ايه انواعها ولا اهمهم ايه بالظبط؟ احنا هنقول بس اهم اتنين او اكتر اتنين هنقدر نستخدمهم. تمام. طيب اول نود دايما بيبدا بيها المشروع هي نود التريجر. يعني ايه نود التريجر؟ نود التريجر دي اللي احنا يعني زيها زي المنبه بتاع تليفونك. منبه تليفونك بتظبطه مثلا الساعه 8 الصبح. طيب لما الساعه 8 الصبح بتيجي ايه اللي بيحصل؟ بيروح يطلع صوت التليفون ان المنبه يشتغل. فهنا ده اسمه الاكشن او ردة الفعل اللي بتحصل لما بتيجي مثلا الساعة 8. وده بشكل مبسط جدا الموضوع، واللي احنا هنبدأ نبني عليه حاليا. تمام. طيب الجزء ده كله لما نيجي نعمل النظام ده كله، ده كده بيتسمى على ان ورك فلو. تمام، ورك فلو. طيب خلينا نبدأ يلا بينا على طول عملي ونشوف ازاي نقدر نشغل ان وازاي نقدر نستخدمها. طيب يا شباب، دلوقتي دي ان ات ان او منصه ان ات ان. في كذا طريقه لاستخدامها، هنشوف كل الطرق. انا عملت اكونت جديد. تمام، عشان نقدر نبدا من الصفر خطوه خطوه مع بعض. تمام. طيب ان ات ان، طبعا انت هتكتب هنا في السيرش ان ات ان، اول اختيار هيجي لك هو ان ات ان. هتخش على المنصه دي، شكلها هنا التسجيل كله تمام. طبعا هي مش افضل اختيار عشان البادجت بتاعها او التكلفه بتاعتها بتكون عاليه مقارنه انها ممكن تشغلها مجانا لو هتشتغل على جهازك، ولكن ما يفضلش كده برضو عشان هيكون لود على جهازك كمان، وهيكون من الصعب في اعدادات كتير هتكون ناقصه. تمام. ولكن دي التكلفه الشهريه تبعها. تمام، تبدا من $20. ولكن هنشوف برضو طرق افضل من كده. تمام. وفي طريقه تانية لو انت مثلا حابب تبدا برضو ان عن طريق رؤيه اي اي. تمام، هتخش برضو هتسجل الدخول. بيوفروا في بي اس او ان ات ان بشكل شهري. ولو انت طبعا في مصر ده هيكون افضل اختيار بالنسبه لك، لان طرق الدفع فودافون كاش، انستا باي، ايا كانت الطريقه هتكون برضو كويسه جدا بالنسبه لك. تمام، خلينا نسجل دخول ونشوف الباقات الموجوده. طيب دي الداشبورد بتظهر قدامك. هنخش على في بي اس ماركت. طيب ان 10 هنا بيبدا من 200 جنيه شهريا. الموارد كويسه، تقدر تتعلم عليها او تتدرب عليها، حتى لو في مشروع صغير برضه تقدر تكمل عليه او تشتغل عليه. تمام. وفي باقات طبعا 350 و550، ده هنا بالجنيه المصري. وفي طبعا لو انت هتشترك اكتر من شهر. تمام. طرق الدفع انستا باي، فودافون كاش. الموضوع بسيط جدا برضه. وفي برضه الطريقه الشائعه او اكتر انتشارا هي طريقه هوستنجر برضو بيقدموا في بي اس برضو الان ات ان سيلف هوستد ان ات ان. خلينا برضو نشوف الاسعار ونشوف التكاليف الموجوده ونشوف افضل اختيار ممكن تستخدمه. وهقول لك برضو انت ممكن تبدا بايه بالظبط. تمام. ديبلوي ان ات ان هنا بيبدا معاك من $4 او $5 تقريبا. $5 للاول باقه. تمام. $5 برضو تقريبا واحد سي بي يو و4 جيجا رام، مناسب جدا برضو حتى لو تبدا مشروع صغير او لسه بتتعلم، يعني هيكون مناسب ليك. تمام. طبعا ده تقريبا اشتراك سنوي او على سنتين، عشان كده مديني الخصم ده. يعني انت تقريبا لو اشتركت بالشهر او حاجه ممكن يوصل معاك تقريبا $14 او حاجه شبه كده. طيب انا في الاول هتعلم بايه ولا ابدا بايه؟ ابسط حاجه ليك تخش على ان ات ان، بيدوك 14 يوم مجانا. خلينا نسجل دخول 14 يوم مجانا تقدر تعمل على اساسها. طيب هنا بيقول لي نسجل دخول. خلينا نقول مثلا حجاج مثلا، حجاج، ونبدا. هو تقريبا محتاج الايميل. محتاج الايميل. خلينا كده نجيب الايميل من هنا.
تمام. طبعا هو بعت لي على الايميل رسالة، خلينا نشوف الجيميل وهنبدأ نشوف ازاي بنقدر نشغل ان بيديك 14 يوم فري، وده مناسب جدا ان انت لسه بتبدأ يعني. تمام، خلينا 6/9 6/9/2/3. تمام. فول نيم هنا بتسجل طبعا كل التفاصيل اللي انت عايز تسجل بيها. هنقول مثلا حجاج. تمام. نقول الاكونت مثلا نخليه برضو نفس الاسم، مش مشكلة. اهو هنا بيديك 14 يوم فري، ودول كافيين. ممكن تتابع كورس او تشوف كورس مثلا تبدا تعتمد على اساسه وتطبق فيه. ودي من اهم النقط طبعا اللي كتير بيقع فيها، ان هو مش بيطبق عملي ودايما ورا اي كورس بيشوفه او اي فيديو بيشوفه، وده طبعا بيأخره او بيخليه متأخر شويه عن كذا يعني او مش عارف يركز او مش عارف يبدا ازاي. تمام. هنا هنسجل طبعا عادي. طبعا بس هتختار التفاصيل دي كلها واحده واحده. وحاليا هيبدأ معاك، خلينا نعمل سكيب. وهنا بيديك فيديو تعريفي. طبعا لو انت حابب تشوف الفيديو التعريفي تقدر تشوفه، هيقول لك ازاي برضه تبدأ والخطوات ماشية ازاي برضه. ولكن خلينا نمشي بشكل مبسط كده ونشوف جزء جزء هنبدأ فيه ازاي. هنا ابجريد بلان، احنا عايزين نخش على طول على الفي بي اس او ان تبعنا. هنا برضو حاطط لك بعض التفاصيل لو انت حابب تغير فيها حاجة، دي الاكونت بتاعك. تمام. وخلينا نخش على الاكونت اللي لسه عاملينه ونشوف الداشبورد اللي هتظهر لنا اول ما بنبدأ. طبعا خلينا نبدأ من هنا ساين ان. طيب يا شباب، هنا تقريبا الاكونت 10 دقايق وهيكون اكتف. تمام. هنا بس تقريبا بياخد 10 دقايق ان بروسيس. تمام. ولكن احنا عندنا ان هيكون جاهز يعني. هوريك الداشبورد او الشكل يكون عامل ازاي. طيب ده الورك فلو او المكان اللي احنا بنضيف فيه النود ونبدا نبني الاوتوميشن. هو بكل بساطه هعرفك على شويه تفاصيل بس عشان تقدر تكون متحكم. تمام. هي اللي احنا هنضيف فيها عند زائد او بلس، اللي احنا هنضيف فيها مثلا النود ده. هنا النودات او الشكل اللي احنا بنضيفه. تمام. هنا عندنا الاهم حاجه دي داونلود، لو انت عايز تعمل داونلود للمشروع على جهازك. هنا لو عايز امبورت فايل مثلا، لو انت عندك مشروع عايز ترفعه، ولكن احنا مش اهم حاجه حاليا. السيتنج مثلا عندنا لو هتغير التايم زون مثلا بتاعك هيكون لبلدك او المكان اللي انت عايش فيه. تمام. طيب عندنا هنا لو عايز تعمل زوم اوت او زوم ان. تمام. وعلامه الاوفر فيو هنا دي بتوريك الداش بورد تبعك عشان تقدر تتابع شغلك. تمام. طيب وعندنا دلوقتي اهم الجزء اللي احنا بنضيف فيه النود. طيب ايه النود؟ زي ما اتعرفنا في اول فيديو، يعني ايه تريجر ويعني ايه الاكشن. التريجر ده ان هو الزناد او الحاجه اللي بتحرك، الحافز اللي بيحرك الورك فلو. تمام. او الشغل الاوتوميشن. طيب خلينا نبدا اون سيجوال كده. مثلا ده زي منبه، زي ما ضربنا مثال. ده زي المنبه بيشتغل، انت بتحدد مثلا يشتغل كل قد ايه او كده. طيب نقول هنا تريجر احنا مثلا عايزينه يشتغل مثلا كل كام ساعه، يفكرني مثلا ان اشرب ميه. تمام. يعني حاجه بسيطه جدا، ولكن خلينا ندي مثال عليها. طيب انت عايز كل مره يشتغل كل قد ايه، كام ساعه؟ احنا هنقول مثلا كل 3 ساعات يفكرني. تمام. طيب 3 ساعات وكام دقيقه؟ خلينا 3 ساعات بس. تمام. يعني دلوقتي ده التريجر اللي هو اول ما يعدي ساعه اشتغل. طب يشتغل يعمل ايه بقى؟ عايزين نطلع صوت او رد الفعل الاكشن. تمام. طيب خلينا نقول هنا مثلا عايزين انه يبعت لي رساله على الجيميل. تمام. خلينا نجيب هنا نود
نكتب جيميل. هنا طبعا ان ات ام موفره كل البرامج الخارجيه او كل اللي انت محتاجه، عشان كده بقت اقوى منصه يعتبر في العالم في مجال الاوتوميشن. او تمام، خلينا نضيف نكتب جيميل. طيب هنا عندك حاجات كتيره جدا واكشن كتيره جدا ان هو يعملها، ولكن احنا عايزين مثلا نسند، فهتلاقي هنا سند مسج، احنا عايزين يفكرنا ان احنا نشرب ميه على سبيل المثال. تمام. طيب هنا طبعا طبعا هيكون في يحتاجون هنا اد نيو كريدنشال. دي هنا حاجه اسمها كريدنشال. يعني ايه كريدنشال دي؟ هو دلوقتي هيبعت منين لفين؟ يعني هو هيبعت من انهي اكونت بالظبط؟ فاحنا عايزين يبعت من الاكونت بتاعنا لمثلا لاكونت تاني، او يبعت لنا نفس شخصي، ولكن هو هيتحرك يبعت منين؟ هيبعت من الايميل الاكونت الخاص بيك. طيب عشان يعمل العمليه دي لازم نضيف حاجه اسمها كريدنشال. تمام. طيب نجيب الكريدنشال دي منين او نوصل لها ازاي؟ طيب خلينا نمشي خطوه خطوه، وهنفتح معاكم هنا حاجه اسمها جوجل كلاود كونسول. تمام. طيب اول اختيار هيجي لك هنا بعد طبعا الاد. تمام. هنضغط عليه وهنمشي خطوه خطوه، ان شاء الله الموضوع بسيط مفيش اي مشاكل فيه خالص ولا تعقيد يعني. احنا محتاجين هنا حاجتين، حاجه اسمها الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت. تمام. خلينا نسجل دخول. تمام، هو بس هيحمل دقيقه واحده. طيب احنا مش محتاجين هنا نعمل تراي فري دي اكونت جوجل كلاود ضايفه، احنا بس عايزين نسجل دخول مش اكتر. خلينا نضيف الكونتري. طبعا انت تضيف الكونتري اللي هي اللي انت عايش فيها، المكان اللي انت عايش فيه، وخلينا نعمل اجري. وخلينا نختار هنا في 3 نقط او 3 شرايط في الجنب، هنضغط عليهم هنضغط على اي بي اي اند سيرفيسز. تمام. نضغط عليها كده الشكل اللي قدامك. طيب هنا بيقول لك لازم تعمل كرييت بروجكت. تمام. خلينا نضغط عليها ونعمل كرييت بروجكت. طبعا هنا ممكن نسجل اي حاجه، ممكن نكتب مثلا ان ات ان تيست. طيب خلينا، مش هينفع نكتب شرطه، خلينا نكتب مثلا تيست. طيب بالفعل هو عمل لك كرييت بروجكت. تمام. انت ممكن تتابع الخطوات بالظبط وان شاء الله الموضوع يكون بسيط معاك. طيب هنخش على حاجه اسمها الكريدنشالز. تمام. اللي احنا محتاجينها هنا عشان نربط الجوجل اكونت. تمام. الجيميل اكونت وجوجل اكونت. طيب خلينا نضغط على الكريدنشال كده. وخلينا لحد ما يحمل اشرح لكم جزء بسيط جدا هنا. هنا دي اعدادات النود اللي هي الاكشن اللي هيحصل. طيب هنا بيقول لك الريسورس ايه انت عايز ايه اللي يحصل؟ احنا عايزين يبعت مسج. طيب الاوبريشن ايه؟ هيسند، مش هيجيت مثلا، مش هيمسح رساله، لا ده هيسند مسج. تمام. تو مين؟ عايزين نبعته لمين؟ طبعا هنا هتضيف الايميل الخاص بيك مثلا اللي انت عايز يبعت لك عليه التذكير مثلا كل ساعه او كل ما حطينا كل كام ساعه. تمام. هتضيف مثلا اكونت جيميل مثلا تاني، gmail.com. تمام. هنا السبجكت عايزين ايه من فوق؟ ممكن نخليها مثلا هلو مثلا، او ممكن نخليها عادي جدا، ممكن برضو بالعربي، ممكن نكتب تذكير شرب الماء مثلا. تمام. هنا الايميل طيب هنخليها تكست. تمام. احنا عايزينه بصيغه تكست. المسج ممكن نكتب بقى المسج ايا كان بقى، يعني افتكر مثلا تشرب ميه مثلا. ده كده ايه؟ طبعا ده مثال بسيط جدا، ولكن عشان بس افهمك الفكره ماشيه ازاي. طيب احنا نرجع بس لجزء الكريدنشال تاني. طيب هنا عندنا الصفحه دي هتكون فاضيه بالشكل ده. هنضغط على كرييت كريدنشال، هنتك على اوثنتيكيشن كلاينت اي دي. تمام.
خلينا نضغط على configure get started. طيب هنا بيقول لك الاب نيم احنا عايزين مثلا نسجله ان مثلا على سبيل المثال نعمل بالانجلش. نيكست هنا عايزين السبورت ايميل مثلا نحط الايميل تبعنا. الاودينس ممكن نخليها انترنال عادي جدا، نخليها اكسترنال مثلا نقول افيلابل. تمام. نيكست. الايميل ادرس هنا هنحط الايميل الخاص بينا اللي هو هنعمل عليه الاوثنتيكيشن او الكريدنشال على ان. تمام. نضغط هنا كده نيكست اجري كرييت. طيب خلينا نخش على create authentication client. طيب هنا الابلكيشن تايب ايه بالظبط؟ احنا شغالين على ويب فهيكون ويب ابلكيشن. تمام. الكلاينت مثلا النيم هنخليه مثلا ده تبع الجيميل، هنقول مثلا ده للجيميل عشان مثلا لو انت عايز تخش تتابع او تاخد مثلا اي بي اي تاني لو نسيت او ايا كان. طيب هنا بيقول لك يعني الكول باك او اليو ار ال بتاع الكول باك هو هيسمع فين او هيشتغل فين بالظبط. طيب هنرجع للورك فلو، هنلاقي هنا الاوثنتيكيشن بتاع اليو ار ال هو طبعا هيكون مختلف عندك بس هيكون ثابت، ده يعني ده ثابت اصلا في النود. تمام. هنحطه هنا. تمام. ونضغط على كرييت. طيب بالفعل هنا ظهر لي كلاينت اي دي وظهر لي كلاينت سيكريت. خلينا نضغط على كلاينت اي دي نحطه هنا ونضغط على كلاينت سيكريت ونضيفه هنا بس الشكل ده كده ونعمل سيف. تمام. طيب خلينا هنا نضغط ساين ان ويز جوجل عشان يربط الاكونت. خلينا من فيرفاي هنا بيقول لك انه محتاج فيريفيكشن تاني. طيب خلينا برضو كويس ان احنا واجهتنا النقطه دي، خلينا نرجع كده نشوف الخطوات مثلا او ايه اللي ناقص. طيب هنا عشان ما ضفناش اليوزر اللي هو اللي هيستخدم الاكونت فاحنا لازم نضيف الجيميل اللي احنا بنربطه هنا بيه. تمام. طيب هنا هنخش على الاودينس. تمام. هنضيف اد يوزرز. تمام. هنضغط هنا الجيميل او الايميل تبعنا. خلينا كده نجيبه كوبي من هنا. تمام. طيب خلينا كده نجرب تاني نشوف هيعمل ايه معانا. نضغط على الاكونت. تمام. كونتينيو. هنعمل سيلكت اول هنا، عايز ان هو مثلا لو عايز ريد او مانج او فيو ايميل اللي وصلت عايز يبعت ايا كان. هنا كونكشن سكسسفول. تمام جدا. يبقى كده اشتغل معانا 100%. طيب خلينا كده نجرب نشغل على التست الورك فلو نشوف هل هيشتغل معانا ولا لا. طيب هنا بيقول لك في مشكله، الكريدنشال فيه مشكله. خلينا نشوف ايه هي. طيب يا شباب هنا خلينا نشوف المشكله. وانت اكتر حاجه هتقابلك واكتر حاجه هتعلمك هي فكره المشاكل اللي بتقابلك. تمام. طيب هنا بيقول لك ان في مشكله في الجوجل جيميل اي بي اي. طيب احنا نسينا خطوه مهمه جدا وهي احنا هنا هنخش في السيرش هنكتب جيميل اي بي اي. اول حاجه جات لك خلينا ندخل عليها وهنفعل الاي بي اي تبعها لان جوجل كلاود ده عليه كل البرامج او كل المواقع اللي احنا بنستخدمها بشكل عام. هنا لازم نعمل له انيبل عشان يقدر يشتغل الاي بي اي اللي احنا لسه عاملين له كريدنشال فوق. تمام. هنضغط انيبل وخلينا
نشوف هنا بعد بس اشتغل بس ثواني. طيب هو كده اعتقد اشتغل معانا. خلينا نعمل اكسكيوشن تاني كده. خلينا كده نشوف. طيب خلينا نعمل ريفريش للصفحة. تمام بالفعل هنا اشتغل معانا. وخلينا نجرب حاليا نعمل اكسكيوت. تمام بالفعل work flow successfully. تمام بيقول لي ان المسج سنت تمام واشتغلت المفروض. خلينا نشوف كده على الجيميل اللي انا بعت له. طيب خلينا كده لو نقدر نبعت طبعا. طيب يا شباب هنا بالفعل فتحنا الجيميل كده والرسالة وصلت نفس اللي احنا كتبناه بالظبط. افتكر تشرب مية، تسكير شرب ماء. وبكده احنا يعتبر فهمنا فكرة ازاي نشغل الاوتوميشن. كده احنا عملنا نظام اوتوميشن تمام داخل الورك فلو. استخدمنا نود التريجر، استخدمنا نود الاكشن، ان احنا مثلا كل ساعه او كل ساعتين او زي ما احنا حاطين طول 3 ساعات يفكرني اشرب ميه على سبيل المثال. وده بشكل بسيط جدا. احنا هنا نقدر كمان نزود اي حاجه. يعني احنا مثلا مش بس عايزين يبعت مثلا تذكير الميه، لا ده احنا عايزين كمان يخش مثلا يبعت لي على التليجرام مثلا نصيحه لشرب الميه او مثلا مشروب غذائي معين او صحي معين. وكل ده نقدر نضيفه ونستخدمه. طيب حاليا احنا كده خلصنا يعتبر اول مشروع. خلينا نبدا نخش في موضوع مشروع ادفانس اكتر او اقوى اكتر تقدر تستخدمه حتى في حياتك اليوميه بالفعل ويفيدك. تمام. طيب خلينا كده نبدا نضيف مثلا نعمل مشروع تاني خالص. خلينا نسمي ده مثلا فيرست مثلا بروجكت. نقعد كده وخلينا نعمل اد ورك فلو. طيب يا شباب هنبدا نعمل مشروع تاني برضو بسيط اوتوميشن من غير ما ندخل الايجنت او الاي اي ايجنت يعني في الموضوع. هشرح لك برضو ايه الفرق ما بينهم. ولكن خلينا نبدا مثلا نعمله كفورم. تمام ان انت مثلا تدي فورم للعميل او عميل يسجل في فورم فيتحفظ عندك على جوجل شيت ويتبعت لك رساله ان في عميل مثلا جديد دخل لك. طيب خلينا نعمل اون فورم. تمام. طيب هنبتدي هنا الفورم تايتل فوق مثلا نخليها مثلا تسجيل دخول مثلا. نخليها دي كده تظهر للعميل نكتب فيها تسجيل دخول. تمام. الديسكريبشن ايه اللي هو مثلا هيظهر للعميل. هنقول له مثلا هنا املأ البيانات. املأ البيانات للتسجيل. تمام. طيب عايزين بقى يظهر له ايه وهو يحط ايه بالظبط في الانبوت بتاعتها. طيب هنا هنكتب مثلا خليه يكتب الاسم. تمام. ونعمل تحت مثلا هنا يكتب السن. طيب هنا التكست انبوت. تمام. هنا هيكتب كتابه ولا هيكتب رقم؟ لا هيكتب رقم. فهنختار من هنا نمبر. هو هيكتب السن بالرقم. تمام. طيب ممكن نضيف ايه كمان؟ ان هو يضيف الايميل بتاعه. طيب نقول له مثلا الايميل. تمام كده. يبقى كده العميل هيظهر له المفروض احنا كده هيظهر له فورم. طيب عايزين نشوف الفورم دي تكون عامله ازاي وشكلها عامل ازاي. طيب هنضغط هنا اكسكيوت. هيظهر لنا الفورم اللي العميل هيظهر له. طيب تمام. طيب هنا ظاهر قدامه زي ما سجلنا تسجيل الدخول. املأ البيانات للتسجيل. هنكتب مثلا الاسم ايا كان علي. السن مثلا 30 سنه. الايميل الخاص بيه مثلا هنقول ali@gmail.com. تمام. ونعمل سبمنت. تمام. طيب خلينا هنا نشوف. وزي ما ظهر لنا هنا البيانات طلعت. الاسم علي، السن 30، الايميل بتاعه. طيب احنا عايزين ناخد بقى البيانات دي ونضيفها عندنا في الشيت ان العميل سجل عندنا ونبعت مثلا تذكير مثلا على ايميل الشركه او ايميل الخاص ان في عميل سجل بالفعل عندنا. طيب هنعمل ايه هنا؟ هنعمل بلس نود مثلا هنا. طيب احنا عايزين هنا نود ايه؟ نود الجوجل شيت. طيب هنكتب هنا شيت. هيظهر لنا جوجل شيت معانا.
طيب هنا عندك اختيارات كتيره جدا، احنا هنختار ايه؟ ابند مثلا اور ابديت، او ابند مثلا رو ان شيت. احنا عايزين نضيف سطر جوه الشيت. طيب نضغط كده عليها. هو هنا هيحتاج برضو منك الكريدنشال بتاعك. طيب هنروح برضو على جوجل كلاود، نفس الخطوات اللي عملناها بالظبط وهنمشي عليها تاني. طيب هنا هنعمل برضو كريدنشال. تمام، وهنعمل create credential authentication client ID. تمام، هنا هنختار برضو ويب ابلكيشن كلاينت مثلا. هنا هنضيف ده بتاع الشيت. اليو ار ال زي ما بلغتكم بيتجاب هنا من الكريدنشال، بيكون بشكل ثابت معاك جوه النود. create new credential، وهنيجي نضيفه هنا ونعمل create. تمام. طيب هو ممكن ما يظهرش معاك، يعني ممكن يتاخر شويه لو في مشكله حصلت على ورك فلو، ما تقلقش يعني في الحته دي خالص. تمام، وهنضغط على كلاينت اي دي كوبي ونضيفها هنا، وهنخش على كلاينت سيكريت ونضيفها برضو في كلاينت سيكريت ونعمل سيف. طيب في خطوه مهمه جدا برضو ما ننساهاش، هنعمل اوكي. هنفعل الشيت لان هو دلوقتي مش يعني هيشغل كمان الاي بي اي ده على الشيت، فهنضغط هنا الشيت اي بي اي، وهنبدا نشوف نعمل انيبل للجوجل شيت عشان يقدر يشتغل، يسيف، يحفظ، يشيل بيانات، يجيب بيانات، وهكذا. تمام، نعمل هنا جوجل شيت اي بي اي. كده بالفعل تمام. خلينا نعمل ساين ان ويز جوجل ونربط الاكونت اللي احنا حاطينه على جوجل كلاود مع الجوجل شيت. continue select all. هنا برضو بياخد اذن للفيو وللإيديت، للكرييت، للاضافه، ايا كان. تمام، هنا كده تمام. طيب هنا في الدوكيومنتيشن المفروض بقى احنا نخش على جوجل شيت نعمل بالفعل شيت. تمام، هنكتب كده في السيرش شيت اللي هو هتحفظ البيانات، اللي هو مثلا هنخليه باسم مثلا الشغل تبعنا ايا كان. خلينا نعمل ساين ان. بالفعل اشتغل معانا كده. خلينا نحمل، خلينا نضيف بلانك. طيب فتح معانا كده. احنا عايزين نملى هنا ان احنا عايزين مثلا نخلي جزء اسماء العملاء والسن بتاعهم والايميل بتاعهم عشان نقدر نتواصل معاهم فيما بعد. طيب هنغير اسم بقى الشيت عشان حتى نكون عارفين ده بتاع ايه. مثلا نخليه مثلا نقول كلاينت مثلا كده. خلينا نضيفها صح. تمام، وخلينا نضيف هنا الجداول اللي احنا محتاجينها، زي مثلا اسم العميل. نكتب هنا نخليها خانة اسم العميل. طبعا عايزين بس نغير اللون. تمام، وخليها مثلا باللون الاسود، خليها عشان تظهر معانا. تمام جدا. ونضيف هنا ايدج، ونضيف خانة الايميل. تمام، ده كده الجداول هنا اللي هتحافظ فيها اسماء العملاء، السن، الايميل تبعهم. تمام. طيب خلينا برضو نروح خطوه مهمه جدا، ان احنا نفعل جوجل درايف اي بي اي. تمام، ليه نفعله؟ لان جوجل درايف مربوط بجوجل شيت عشان يقدر يحفظ البيانات ويعمل اكسس لكل الشيت الموجوده. هنعمل هنا انيبل بالظبط كده، كتبنا في السيرش جوجل درايف زي ما عملنا في جوجل شيت، ونعمل له انيبل ونستنى لحد ما يشتغل. بالفعل كده اشتغل معاك. خلينا نشوف، هو بالفعل كده اهو صدر عندنا هنا
فروم ليست كلاينت ظهرت معانا في الدوكيومنتيشن. الشيت هنا الشيت رقم 1، لان احنا لو جينا هنا هتلاقي احنا في شيت رقم 1. تمام. خش على الورك فلو. طيب هنا بقى بيقول لك الخانات دي هنحط فيها ايه بالظبط، يعني هنعمل ايه في الخانات دي او نضيف ايه في الخانات دي، لان احنا هنا حاطين ابند، يعني احنا هنضيف حاجه. طيب هناخد الرساله اللي جايه من الفورم بشكل كده متغير. انت لو جيت عند الاسم وسحبتها كده هتكون متغير. ليه؟ لان كل مره عميل هيضيف مثلا اسم وسن مختلف، فاحنا عايزينها بشكل متغير. هنسحب كده الاسم ونحطه في خانه النيم بشكل متغير. تمام. طيب هنا هيظهر لك ان هو باللون الاخضر، لازم يظهر لك باللون الاخضر، ويظهر لك تحت ان هو ده الريزلت او النتيجه بتاعتها. تمام. والسن هنسحبه بشكل متغير برضو في الايدج. تمام. والايميل نفس الوضع بالظبط، هنسحبها كده بالطريقه دي بالظبط. هتضغط بالماوس على كلمه الايميل هتسحب معاك بالطريقه دي كده. تمام. ونحطها هنا كده. احنا عملنا ايه كده؟ احنا عملنا ان العميل ملى الفورم، هتخش على جوجل شيت، هينضاف فيها الاسم والسن والايميل اللي العميل ضافه، وبعدين هنا هينضاف المفروض في الخانات دي. خلينا برضو نميز كده الجزء اللي فوق عشان يكون ظاهر قدامنا بشكل افضل. تمام. وخلينا كده نعمل اكسكيوت ونشوف هيواجهنا ايه. بالفعل بيقول لي سكسسفul. خلينا نخش هنا نشوف هل انضاف بالفعل ولا في مشكله. بالفعل انضاف من غير اي مشاكل. هنا خانه الاسم انضاف فيها الاسم، والايدج انضاف فيها السن، والايميل بالفعل انضاف فيه. طيب احنا كده بالفعل تقدر تطبق المشروع ده على ايا كان شغلك وايا كان الفورم. لو بتعمل بقى شغل مثلا يعني شركه مثلا تشغيل مثلا، عايز تخلي العملاء يسجلوا، مثلا في مدرسه عايز الطلاب يسجلوا، ايا كان تقدر تعمل الموضوع ده. طيب انت برضو عايز تتبعت لك ايميل على الجيميل خاص بيك ان مثلا في عميل سجل معانا في الفورم. طيب هنخش برضو هنا في السيرش على جيميل. تمام. ونبحث برضو على جزء سند مسج. تمام. برضو الاكونت اللي احنا كنا لسه عاملينه في ورك فلو رقم 1، وهنبعت مثلا على الايميل الخاص بينا. خلينا كده سمول. خلينا برضو نجيب الايميل من هنا افضل، ان احنا نبعت عليه. شوف هل هينفع اصلا ولا لا، بس خلينا كده نجرب. تمام. اللي فوق مثلا هنكتب له نيو مثلا كلاينت عشان يكون ظاهر من فوق الايميل. طيب هنخليها تكست عادي جدا. المسج بقى ممكن نعمل اكسبريشن هنا عشان الحجم يكبر معانا ونقدر نتحكم من جوه. هنكتب له مثلا رساله ليك، لديك عميل جديد طلع على البيانات. تمام. هننزل تحت كده نكتب مثلا الاسم، نعمل نقطتين، ونضيف المتغير برضو بالشكل ده، لان احنا برضو كل واحد هيجي يسجل مثلا عايزين يبعت لنا على الايميل ان مثلا واحد اسمه كده. طيب الاكسبريشن هنا ظاهر ان احنا جبنا النيم، في الريزلت برضو مظبوط هيكون الاسم وجنبها علي. تمام. طيب الخانه اللي تحتيها عايزين ايه؟ السن، ونعمل برضو ناخد السن بشكل متغير. خلينا عشان مسحناها نضيف السن تاني هنا، وخلينا نكتب مثلا الايميل، وخلينا نضيفه بشكل متغير برضو، وخلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل. بيقول لي بالفعل الايميل اشتغل معانا. خلينا كده نجرب، نخش نشوف الجيميل وصل عليه ايه بالفعل. خلينا كده نشوف. ممتاز جدا. الرساله اتبعتت نيو كلاينت، لديك عميل جديد يطلع على البيانات، الاسم، السن، الايميل. طيب في هنا الرساله اللي تحت دي مش عايزه تظهر مثلا لعملائك ان هي الرساله مبعوثه من ان ات ان. الامر بسيط خالص. هنخش في نود السند مسج بتاعت الجيميل، هننزل تحت على اد اوبشن، هنقول اد ان ات ان، هنقفلها على طول كده. بس ده كده هتعمله، مش تظهر لك الرساله اللي تحت اللي هي الايميل ده مبعوث من ان ات ان. طيب لكن خلينا نجرب كده بشكل اكسكيوت افضل ونشوف هيعمل ايه معانا. هيضيف فعلا البيانات في جوجل شيت ولا لا. طيب هنا الاسم هنخليه مثلا سعيد، السن 20 سنه، الايميل بتاعنا مثلا خليه
ايا كان بقى احنا قلنا عليه مش مشكله. ده سعيد. طيب 1 2 3 4 @gmail.com. تمام. نعمل سبمنت كده، بيقول لي ان خلاص سكسسفولي شغال. تمام. بالفعل هنا هنشوف قدامنا ان الفلو اشتغل بالاخضر. طالما شغال معاك بالاخضر يبقى انت شغال تمام. بيقول لي ان هو ضاف خلاص كده، هنا ضاف في الشيت وضاف على الجيميل. خلينا نبدا الاول نخش على الشيت كده نشوف هو فعلا ضاف ولا ما ضافش. ممتاز جدا، ضاف بالفعل النيم هنا على سعيد، والايدج مثلا 20، والايميل اللي احنا ضفناه برده. تمام. خلينا نخش بقى كده، هل بعت لنا تذكير على الايميل ولا لا. ممتاز جدا، في رساله بالفعل وصلت اهو. وحتى الرساله احنا قلنا عليها بتاعت ان ات ام الظاهره، لديك عميل جديد اطلع على البيانات، الاسم سعيد، السن 20، الايميل تبعه. ممتاز جدا، يبقى احنا كده عملنا بالفعل الورك فلو شغال معانا 100%. نقدر نطلعه برودكشن، نقدر نشغله. ولكن خلينا حاليا نعمل نخش على الورك فلو رقم 3، هيكون برضو اقوى شويه وهندخل اي اي فيه. ممكن برضو تطبقه على شغلك او طبيعه عملك ايا كان ايه هي حياتك اليوميه. طيب يا شباب، بس قبل ما نبدا في ان احنا نبني الايجنت اللي احنا هنعمله حاليا او الورك فلو رقم 3، عايزين نعرف الفرق بين الاوتوميشن والفرق بين الاي اي ايجنت. تمام. هو حتى من الاسم واضح، ولكن خلينا نوضح بشكل افضل. الاوتوميشن اللي احنا عملناه بالظبط، اللي هو احنا عملنا نظام اتمته بدون تدخل ذكاء اصطناعي. يعني احنا حاليا عملنا الاوتوميشن وبنينا الورك فلو اللي احنا عملناه بدون تدخل ذكاء اصطناعي. هنا مثلا نود بتستلم من الفورم من العميل هنا، ثم بتتحفظ بشكل اوتوماتيكي على الشيت، وبعدين بتبعت لك رساله على الجيميل. فاحنا هنا ما استخدمناش اي اي او اي تول خالص في الموضوع. تمام. طيب بالشكل ده احنا نقدر نبني اكتر من اوتوميشن او نبني اكتر من ورك فلو يخدمنا بدون تدخل اي اي. انا بس وريتك المثالين دول عشان يكون عندك فكره او عندك مفهوم عن ان مش كل الورك فلو لازم تكون بالاي اي ايجنت. طبعا هي استخداماتها مهمه، وان انت بتطور وان انت بتقدر تخدم الموضوع بشكل اقوى، ولكن برضو في مشاريع كتيره بتتعمل باوتوميشن بس، مش اكتر ولا اقل، ولكن هنتعمق فيما بعد ان شاء الله. طيب على النظير الثاني هنا الايجنت، الاي اي ايجنت، هنا احنا بندخل الذكاء الصناعي. هندي مثال بسيط جدا، ان انت عندك مثلا واتساب مثلا، تمام، او واتساب او تليجرام مثلا، مطعمك، فالعميل بيبعت لك ان هو محتاج مثلا يعرف المنيو، فهنا العميل بعت الرساله. طيب الرساله دي استلمناها على الورك فلو، محتاجين حد يفهمها ويرد برضه على رسايله. طيب هنا هيجي دور الاي اي. عندنا حاجه اسمها نود اي اي ايجنت. تمام. دي بتكون بيدخل لها رساله العميل، مثلا هو بيقول انا مثلا عايز المنيو، وبيتم هنا ان الايجنت انت بتكون مفهمه في حاجه اسمها سيستم برومبت، او رساله الايجنت بيكون فيها انت بتقول له مثلا انا مطعمي اسمه كذا كذا وعندي المنيو كذا كذا، وبتحط له في البرومبت ده كل اللي انت عايزه من تفاصيل. تمام. وبعد كده الاي اي ده بيخرج اوتبوت ردا على رساله العميل، ويتم ارسالها برضو مره اخرى. طبعا نقدر نستخدم هنا لو انت مثلا بياناتك كبيره مثلا، او اللي هو المنيو كبير او عندك تفاصيل كتيره، نقدر نستخدم جوجل شيت مثلا، الشيت. نقدر نستخدم حاجه اسمها داتابيز، نقدر نستخدم حاجات كتيره جدا. طبعا اسف على الخط. نقدر نستخدم كذا حاجه يعني، ولكن هنستخدم ابسط الامور حاليا، وبرده واحده واحده هنطور ونقوي الايجنت. طيب خلينا نبدا على طول كده، نعمل هنا كرييت ورك فلو. تمام. احنا قلنا اول حاجه ان احنا هنستلم رساله من العميل. على سبيل المثال نبدا بحاجه بسيطه جدا استخدام، يعني هنختار التليجرام. تمام. هنكتب هنا في السيرش التليجرام، هيظهر لك اول اختيار، نضغط عليه اد نود. طيب احنا عايزين ايه اللي يشتغل؟ يعني اول ما يحصل ايه؟ احنا عايزين اون مسج، اي مسج بعت ان يتم ربطها او يتم ادخالها جوه الورك فلو. طبعا ده هيكون تريجر، يعني التريجر بتاع الورك فلو عشان يشتغل هو الاون مسج. تمام. ضغطنا كده على الاون مسج، ظهر لك ان هنا تريجر اون شغال على المسج. طيب التليجرام اكونت هيكون هنا كرييت نيو كريدنشال. تمام. هو هنا محتاج مني ايه؟ محتاج مني اكسس توكن. هنجيب من الاكسس توكن ده بكل بساطه، هندخل على التليجرام عندنا، هنكتب هنا في السيرش بوت فازر، وهنضغط على ستارت. طبعا هتكون جاهز كل ده قدامك، هتضغط على ستارت. هنا هيختار لك الاوبشن الموجوده من غير ما تستخدم اي حاجه. هنضغط على نيو بوت.
طيب هنا ظهر لك ان هو محتاج الاسم اللي انت هتختاره. نقول مثلا على سبيل المثال المطعم بتاعك، نقول مثلا ايا كان، ممكن نقول علي مثلا، خليه الاسم علي. تمام. هو هنا محتاج ان انت تسجل اسم بشكل اليوزر نيم، يعني تسجل اليوزر نيم. طيب لازم يكون بالشكل ده واخره بوت، يعني لازم يكون مثلا علي، نقول علي فود بوت. احنا هنا اتلخبطنا في حرف، خلينا ناخد الكوبي نجرب هنا تاني بوت. تمام. هنا بيقول لك congratulations، تمام، اشتغل معاك وجاب لك الاي بي اي. هنضغط ضغطه واحده هنا هيتعمل كوبي على طول. تمام. وهنروح على التليجرام، هنحطه في الاكسس توكن، التوكن اللي احنا جبناه، ونعمل سيف. هنا بالفعل اشتغل تمام 100% من غير اي مشاكل واتربط. طيب هنا عايزين نجرب نبعت بقى للبوت اللي احنا عملناه ونشوف هل الرساله هتوصل ولا لا. تمام. طبعا هنا لو ضغطنا على علي فود ده هيفتح لنا البوت. نعمل ستارت، نشوف بقى هل هيسمع في الورك فلو ولا لا. هنشوف. قال لك بالفعل اللي بعت اسمه حازم او حجاج. تمام. الرساله عباره عن ستارت. طيب خلينا نعمل اكسكيوت تاني، نكتب له مثلا اهلا، نكتب له اهلا. ممتاز. خلينا نشوف كده. بالفعل وصل لك الرساله، التكست اسمها اهلا والوقت، كل التفاصيل اللي احنا محتاجينها. طيب هنا كده الرساله وصلت لنا. هنعمل ايه تاني؟ طبعا زي ما قلنا في الوايت بورد، قلنا عايزين نضيف الايجنت. طيب عندك اختيارات، وافضل اختيار هو هنضغط على اي اي ثم اي اي ايجنت. ده افضل حاجه واسهل حاجه موجوده، هنضغط عليها. طيب هنا المفروض ندخل الرساله اللي جايه من العميل ندخلها للايجنت. طيب هنا السورس او البرومت اليوزر مسج جايه منين؟ هنضغط على define below كده، نضغط على نحط التكست الرساله اللي جايه نحطها لليوزر. يعني انت كده اول ما تفتح هيظهر قدامك كل التفاصيل اللي جايه من التليجرام. تمام. ممكن يظهر لك بالشكل ده، ممكن تضغط كده يظهر لك كل التفاصيل. احنا عايزين ايه من هنا؟ عايزين التكست الرساله اللي جايه من العميل. طيب كده الرساله وصلت بالفعل. طيب هنا بقى الايجنت هيرد على اساس ايه؟ يعني هو دلوقتي انت فهمته ايه ولا انت تبع ايه بالظبط؟ هنضغط هنا على اد اوبشن سيستم مسج، وهنكتب له هنا البرومت اللي احنا محتاجينه، اللي هو التفاصيل اللي احنا محتاجينها. تمام. خلينا كده مثلا نقول انت، نكتب برضو برومت بسيط جدا، انت مساعدي مثلا في الرد على العملاء في مطعمي. تمام. خلينا نقول له احنا مطعم علي فود بنقدم. طبعا ده برومت بسيط جدا، ولكن بس عشان افهمك الفكره ماشيه ازاي. احنا بنقدم وجبات عربيه من سعر 200 درهم الى 500 درهم. تمام. وعايزين مثلا نقول له ايه؟ نقول له مثلا الوجبات، نكتب له برضه نحدد الوجبات ايه هي. نقول مثلا شيش دي بتساوي مثلا 200 درهم. كفتة دي بتساوي نقول 300 درهم. وخلينا نعمل اختيار ثالث، مثلا نقول فراخ ودي عاملة 500 درهم. تمام. طيب احنا عايزين نقول له مثلا يتكلم بشكل بقى زي ما انت بتتكلم كده. نقول له مثلا اتكلم مع العميل بشكل لذيذ وخفيف مثلا. خليه كده، يعني نديله بس ان هو يتكلم بأني صيغه مع العميل. تمام. هو كده استلم المسج وكده السيستم مسج. طيب احنا عايزين حاجات مهمه جدا. هو دلوقتي جوه الورك فلو، هو دلوقتي هيشتغل ازاي او هيفكر ازاي بناء على ايه بالظبط؟ تمام.
احنا قلنا بناء على هيشتغل بناء على الايجنت السيستم برومت اللي احنا ضفناه للايجنت. طيب هو هيفكر ازاي؟ لازم حاجه زي الشات موديل، او عندنا الميموري وعندنا التول. طيب احنا عندنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم الشات موديل. الشات موديل ده اللي هو زي شات جي بي تي مثلا، بنديله البرومت يتكلم على اساسه. البرومت ده اللي احنا ضفناه او تفاصيل مطعمنا اللي احنا ضفناها، وهو هيتكلم على اساسها. تمام. فيبقى احنا كده ادينا لشات جي بي تي مثلا البرومت او التفاصيل اللي احنا عايزينها، وهو هيرد على اي حد بناء على اللي احنا ضفناه. تمام. فنركز هنا، يبقى احنا كده عندنا الايجنت بنستخدم فيه اولا يوزر مسج، الرساله اللي جايه من التليجرام، ثم عايزين سيستم برومت احنا بنضيف فيه ده البرومت او التفاصيل مطعمنا او شركتنا او ايا كان المحل او النشاط التجاري اللي انت شغال فيه. تمام. وهنستخدم شات موديل، دي الدماغ اللي بتفكر. يعني دلوقتي انا اديتك كتاب، تفكر ازاي؟ بالعقل. فالعقل ده هو هنا الشات موديل. تمام. وخلينا نبدا نشوف هنضيف ازاي الشات موديل. طبعا عندنا اختيارات كتيره جدا من ناحيه الشات موديل دي كلها. البروفايدر او الناس اللي بيقدموا الموديل او الذكاء، قلنا الدماغ اللي هتشتغل عندنا طبعا من اوبن راوتر، دي بتقدم برضو خدمات زي كده. طبعا كلهم في منهم مجاني وفي منهم عايز مدفوع. تمام. بيتحسب ازاي؟ خلينا نشرح بطريقه بسيطه جدا. هنعمل نيو كريدنشال. هنعمل نيو كريدنشال، طبعا انت مش عارف تجيب منين او تضيفه منين، هنضغط على اوبن دوكس. تمام. اي نود فيها اوبن دوكس دي ان ات ام موفره بصراحه بشكل ممتاز انك تتبع الخطوات. لو انت مش عارف، لو انت مش فاهم اي حاجه خالص، تتبع الخطوات والموضوع هيكون ماشي معاك بشكل ممتاز جدا. طيب هو بيقول لك هتروح على كرييت نيو اكونت على اوبن راوتر، هنضغط على اللينك، نفتح اوبن راوتر. حتى لو انت مش مثلا مش فاهم مني او من شرح اي حد، هنضغط على اوبن دوكس زي ما قلنا، هنضغط على اول خطوه بيقول لك اعمل اكونت على اوبن راوتر اهو، جيت اي بي اي كي. طبعا اللي احنا محتاجينه هنا ايه؟ اي بي اي كي، فاحنا عايزين نجيب الاي بي اي كي. تمام. هيقول لك سجل ساين اب مثلا، خلينا نعمل كده كرييت بالجوجل. خلينا كده نستنى نعمل كرييت مرة تانية. طيب خلينا نضغط كونتينيو. طيب فتح معاك الصفحة دي. يبقى احنا هنا محتاجين ايه بالظبط؟ خلينا نرجع للدوكس كده. هو بيقول لك هتعمل كرييت، هتعمل لوجن، خلاص تسجل في اوبن راوتر، هتلاقي صفحة اي بي اي كي. خلينا نشوف الاي بي اي كي دي هنجيبها منين. تمام. نعمل اجري وخلينا نشوف. طيب خلينا نعمل مثلا جوجل كرييت اي بي اي كي. طيب هنا الاي بي اي كي اللي احنا هنجيبه هنحطه في النود. هنا بيقول لك سميه مثلا، خلينا نقول ده مثلا بتاع التليجرام، خلينا نسجله تليجرام مثلا ونعمل كرييت. ده كده الاي بي اي. هناخد كوبي ونرجع على نت ان، نحط في الاي بي اي كي، نضيفه هنا ونعمل سيف. لازم يظهر لك هنا بالاخضر سكسسفولي، ممتاز جدا واشتغل معانا. طيب انت مش هتقدر تستخدم كل الموديلات، انت بس هتستخدم الفري. طيب هو هنا بالفعل موفر لك بعض الموديلات الفري. تقدر تكتب هنا مثلا فري وتشوف ايه الفري قدامك. كل ده الموديلات دي موجوده قدامك فري، ولكن طبعا مش بالقوه او بالذكاء الكافي، ولكن خلينا نستخدمها حاليا مبدئيا. ممكن برضو هنا في الموديلز تشوف ايه المتاح وايه اللي انت تقدر تستخدمه مجاني. طيب هنا هتشوف مثلا، نخش على برايسنج هنا، في جزء برايسنج نقول تكست مثلا. احنا كل اللي احنا شغالين تكست، احنا هنخش تكست وهيخرج تكست. تمام. وخلينا نشوف، نضغط هنا من ناحية برايسنج لو، نشوف اقل اسعار كام مثلا. دي كلها الحاجات الفري. تمام. مش لازم تعرف برضو التفاصيل اللي هنا كونتكست والحاجات دي دلوقتي، هشرحها لك في فيديو اخر برضو. هنا برضو ممكن تجيب من الجنب ان انت عايز اقل برايسنج مثلا، عايز الفري بس، يظهر لك الفري بس. وبالفعل هنا هيظهر لك الفري وقوته. تمام. تقدر تستخدمه مبدئيا لحد برضه ما تعرف الدنيا ماشيه ازاي او الوضع ماشي ازاي. احنا هنا حاليا شغلنا النود خلاص 100%. تمام. وهيجي قدامك الفري. طبعا بيتحاسب بحاجه اسمها التوكنز. التوكنز دي هي الرسائل اللي داخله.
يعني الرساله مثلا اللي داخله من العميل بتتسمى بشكل التوكن، يعني مثلا على حسب الحروف. ففي ساعات بتطبق مثلا ان مثلا 100 كلمه بتساوي توكن، او ممكن كلمه، او ممكن تتحسب على الحروف. وطبعا من الانجليزي للعربي بيختلف، ولكن احنا مش موضوعنا حاليا، خلينا نستخدم الموديلات الفري. تمام. انا طبعا هستخدم موديل فري من رؤيه اي اي. خلينا كده نشوف هنا، هتلاقيها موجوده، ولكن لو مش موجوده هقول لك على الطريقه بالظبط ماشيه ازاي. هنا رؤيه شات موديل هتلاقيها موجوده. ليه رؤيه؟ هقول لك ليه. خلينا الاول نروح على، نضغط على السيتنج، نخش على كوميونتي نودز. تمام. وخليني احذف معاكم دي كده وننزل، نعمل انستول، يعني امسحها وهنزلها معاكم خطوه خطوه ماشيه ازاي عشان نكون ماشيين مع بعض. طيب خلينا نضغط هنا انستول. هو هنا محتاج منك الباكج نيم، هنضغط على براوزر كده فوق كده، وخلينا نبدا نشوف. طيب هنا في السيرش ده هيفتح لك ان بي ام، نضغط هنا نكتب رؤيه اي اي. هتلاقي ان تخش نعمل سيرش، هتلاقي الشات موديل رؤيه شات، هنضغط عليها. هنلاقي هنا انستول، ونلاقي هنا اللينك او الاسم بتاعها. هنضغط على كوبي، نرجع على N8N، نضغط هنا بيست. تمام. هنمسح بس اول كلمتين دي، نبدا من اول N8N ونعمل اندرستاند ونعمل انستولينج. تمام. خلينا نشوف كده مع بعض. لحد ما يعمل انستولينج خلينا نكتب هنا في السيرش رؤيه اي اي، نضغط هنا. بيوفروا تقريبا لحد $0.5 او اكتر بتسجيل، يعني ما تسجل بس بالدخول، وكمان بيوفروا ممكن توصل لحد 1,000,000 توكن معاك مجانا، يعني على حسب الموديل اللي هتستخدمه. فهي حل برضو مثالي للي لسه هيبدا، او حتى من غير مش عايز مثلا تكلفه تكون كبيره معاه. فاولا استخدمنا ان الام مجاني، وهخليك تستخدم كل الادوات بشكل مجاني. هنعمل هنا كرييت نيو كي، ده هنا الاي بي اي، هنسميه برضو مثلا احنا عاملين البوت مثلا، نقول تيلي مثلا بوت، اختصارا للتليجرام بوت. نعمل كرييت، جاب لي الاي بي اي. طيب هنخش هنا بس نشوف كده، ونعمل ريفرش. بالفعل انستولد. نضغط على السيتنج، نخرج من السيتنج. المفروض هنا هينقلنا على الورك فلو اللي احنا شغالين عليه. هنضغط على شات موديل، هنلاقيه ظهر لنا هنا رؤية شات موديل. بالفعل اشتغل معانا تمام. انا مثلا هستخدم جيميناي 2.5 برو. تمام. طيب هنا هنخش على الميموري. ايه الميموري دي بالظبط وايه تفاصيلها؟ بشكل بسيط جدا، دي اللي بتحفظ الشات بين، يعني مثلا هو هيبعت دلوقتي، احنا بعتنا اهلا، فالايجنت وصل له اهلا، هيرد على اساسها. طيب العميل هيقول له مثلا ايه الاخبار، او مثلا هيقول له المنيو ايه الموجود عندكم. فهو عشان يتذكر ان نفس العميل هو اللي بعت، فلازم نضيف الميموري. ابسط حاجه سمبل ميموري، مش محتاجه اي تفاصيل خالص، هي بس بسيطه جدا. طيب هنا بيقول لك هيوصل الرساله منين، من التريجر او منين. هنعمل ديفين بلو كده، وخلينا نعمل اكسكيوت تاني عشان نجيب الاي دي. نبعت مثلا هنا اهلا مثلا، هاي او اهلا، وخلينا نشوف. وصلت بالفعل، مفيش اي مشاكل. سمبل ميموري كده. خلينا نجيب الاي دي. طيب هنجيب اي دي مين بالظبط؟ هنجيب الاي دي بتاع الشات اللي هو العميل اللي بعت. تمام. الكونتكست ويندو دي عايز يحفظ لي كام رساله، يعني مثلا هو هيبعت اهلا، هيحتاج كام رساله بالظبط. طيب في المتوسط بنخليها مثلا عاليه جدا، الا ممكن نخليها 10 رسائل بس كونتكست وخلاص. تمام. وخلينا كده ايه نعمل هنا. طيب ايه التول دي بالظبط وايه استخداماتها؟ والتول دي بشكل مبسط جدا، هي استخداماتها كتير جدا. ممكن نربطها بالداتابيز او مثلا معلوماتك المحفوظه على الشيت. يعني احنا ممكن نكتب هنا شيت، لو انت معلوماتك على الشيت موجوده، اللي هي مثلا تفاصيل المطعم وعنوان المطعم والكلام ده كله، ممكن نضيفها، ممكن نستخدمها حاليا برضو. وعندنا حاجات كتيره جدا ممكن نقدر نستخدمها. طيب خلينا برضو نسيب التول حاليا ونشتغل بشكل بسيط جدا. طيب احنا هنا ايه اللي هيحصل؟ عايزين بقى يخليه يرد على العميل. هنجيب نود من الترجلام،
السند مسج اللي هو هيوصل بقى للعميل الرد عليه. طيب خلينا نشوف هنا في السيرش كده سند مسج، سند تكست مسج اهي موجوده، نضغط عليها. تمام. وهنا بيقول لك الشات اي دي، هنجيب الشات اي دي فروم هير كده نضيفه، والتكست اللي هي طالعه من الايجنت خلينا نعمل له اكسكيوت برضه دلوقتي، لكن خلينا كده نعمل اكسكيوت للايجنت. شوف الايجنت فهم ايه من البرومت اللي احنا ضفناه. هو كده بيراجع للدماغ او الشات موديل اللي هو ضافها. تمام. طيب هو كده بيقول لك تمام successfully. خلينا نضغط على send text message وناخد الاوتبوت بتاعه. كده المفروض حطينا هنا الاي دي اللي هيرد عليه وحطينا التكست. هنا هنضغط اد فيلد مثلا ابند ان دي اللي هي الرساله بتظهر مع ان خلينا نشيلها لو وريتها لكم في الجيميل، ونعمل اكسكيوت نشوف كده ايه اللي هيحصل. هو بالفعل بيقول لي ان هي الرساله اتبعتت. خلينا كده نضغط نشوف الرساله وصلت ولا ما وصلتش. ممتاز جدا. طيب هو هنا بيقول لك انا تمام جاهز هكون في مساعدتك، اهلا هاي في مطعم علي فود، هنخلي تجربه كل عميل معانا حكايه تتحكي، هذه بعض الردود المقترحه باسلوب لذيذ وخفيف وهكذا. طبعا احنا بس عايزين نقوي البرومت شويه عشان يقدر يرد على العميل بشكل افضل وشكل اقوى. تمام. ولكن بس احنا عايزين بشكل بسيط جدا. خلينا نعمل حاجه ممتازه. طيب خلينا كده نعمل فكره البرومت بسيطه جدا، حتى لو انت مش بتعرف تكتب برومت او لسه في البدايه. طبعا هنخش على شات جي بي تي. تمام. هنحط هنا البرومت اللي احنا كتبناه يدويا، هناخده كوبي نحطه هنا مثلا ونكتب له انا عايز برومبت. تمام. للايجنت على N8N مساعدي في المطعم الخاص بي، اكتب برومت تمشي عليه مثلا. ده كده بشكل بسيط جدا يعني يمشي عليه. هنضغط انتر ونشوف كده النتيجه هتظهر ازاي. ممتاز جدا. هو كتب له حتى جهز له كل حاجه، قال له الدور بتاعه ايه، المعلومات عن المطعم ايه، المنيو ايه، اسلوب الكلام، قواعد مهمه لو العميل بيسال عن السعر جاوبه بوضوح، وهكذا. امثال كمان حطها له. تمام. وخلينا ناخد كده المسج كوبي كلها ونفتح هنا هنعملها الاكسبريشن عشان نقدر نشوف بشكل اكبر. تمام. ونمسح كده نحط ده كوبي. طبعا خليه كده. تمام. نمسح الزيادات اللي فوق اللي احنا ده الكلام بيني وبين شات جي بي تي، نمسحه. طيب خلينا دلوقتي ايه نجرب تاني نشوف كده ايه. نعمل اكسكيوت ونكتب له هنا على البوت اللي احنا عملناه، نكتب له اهلا بيك ايه المنيو، او خلينا ايه مثلا اهلا بيك وخلاص، ونشوف الرد بتاعه يكون عامل ازاي. خلينا نرجع كده نشوف الورك فلو شغال ازاي معانا. احنا خلاص ضغطنا اكسكيوت. طبعا مفيش لما بتيجي تشغل تضغط اكسكيوت. تمام. وخلينا هو دلوقتي المرحله هنا بيعمل لودنج. تمام. وبيقول لك السند مسج وصلت. يعني هنشوف اهلا يا غالي نورتنا والله، قول لي جاهز لاكل تظبط المزاج، مزاجك النهارده رايح للحمه ولا للفراخ. طبعا طريقه ممتازه جدا. خلينا نعمل اكسكيوت تاني. تمام. ونشوف هنا نضغط نقول له مثلا عايزين ايه المنيو اللي عندك. اهو هنا كده المفروض شغال. خلينا نشوف. هو بيقول لك هنا في باد ريكويست. طبعا الرساله دي ممكن تواجهك اللي هي الايرور اللي بيحصل ده، وده طبيعي يعني عادي، لان ساعات الرساله دي او
او النقط الموجوده هنا. بص خلينا على الجيسون. النقط الموجوده والرموز الصغيره دي ساعات الترجلام مش بيقبلها. طيب ايه الحل ليها؟ الحل ليها بسيط جدا. ممكن كده نضغط اد نود، تمام، ونبحث على كود نود. تمام. طيب انت هتقول لي انا ما اعرفش اكتب كود، اقول لك انا مفيش مشكله، انا كمان ما اعرفش اكتب كود وهنبدا من الصفر عادي. خلينا كده ضغطنا على كود، اول واحده كود ان جافا سكريبت. تمام. احنا كويس يبقى بينا مشاكل عشان نقدر نحل اي مشكله تواجهنا، وده طبيعي جدا هيقابلك. ولكن انا هقول لك انا ما اعرفش اكتب كود وانت ما تعرفش تكتب كود، والموضوع اصلا كله له كود ونو كود اصلا. تمام. هقول لك على حل ممتاز جدا انا اصلا بستخدمه لو في مشكله واجهتني مثلا او اي حاجه. طيب من غير ان انا اكون فاهم كود او غيره، هاخد المشكله سكرين شوت. تمام. وناخد الجزء اللي فيه مشكله بالايرور كده، ونروح لشات جي بي تي. قابلتني المشكلة دي الرسالة مثلا من الايجنت عايز كود خفيف او صغير مثلا يحل المشكلة. طيب وخلينا نشوف كده مثلا ايه اللي هيحصل معانا. انا فاتح معاكم، خلينا نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. طيب يحطه في متغير اسمه تكست، مش عارف. طيب خلينا كده نجرب. هو طبعا ده مش هيحل المشكله قوي، بس خلينا نشوف هو فاهم ايه وهنجرب برضو. خلينا نعمل اكسكيوت كده. طيب هو شغال تمام. خلينا نخش على الترجلام، نشيل المتغير ده بقى، ناخد المتغير اللي هنا هو هيكون على المنظر ده قدامك، ناخد المتغير اللي طالع من الكود. طيب هو مديك نفس الباد ريكويست كده. خلينا ناخد المشكلة كوبي، المشكلة في الترجلام مش بيقبل مثلا. خلينا كده نشوف. هو بالفعل كده فاهم المرة دي، بيقول له مش عاجبه الرموز اللي هي الصغيرة والحاجات دي كلها. خلينا نشوف. هو بيقول لك ان الكود نود دي مش بتستقبل او كده، مش بتستقبل الرموز زي ما بلغتك. خلينا نخش على الكود نود كده ونشوف هل بالفعل هيستقبلها ولا ايه الوضع بالظبط. خلينا كده بس نعدل نقطة صغيرة خالص بس عشان يستقبل الاوتبوت. خلينا نعمل اكسكيوت كده. بالفعل هنا طلع لي الاكسكيوت. طيب خلينا نجرب كده تاني على الترجلاب نشوف هل احنا كده صح ولا محتاجين ايه. تمام كده اخدنا احنا التكست او اخدنا الرساله من الكود اللي احنا لسه ضايفينه. هو بالفعل قال لي تمام والتكست وصل. خلينا كده نشوف. تمام. وخلينا نضغط كده نشوف من عينيا تاني وتالت تحت امرك يا باشا. المنيو بتاعك كل حاجه تفتح النفس. شيش كباب 200 درهم لو عايز حاجه خفيفه، كفته، فراخ. ها شكلك ميال لايه اكتر؟ طبعا كده بالفعل الايجنت اشتغل وقدرنا نبني يعتبر بوت كامل يرد على العملاء. بس لكن طبعا مش بشكل عملي، ولكن احنا كده وصلنا لنص المرحله، ان هو العميل بعت وهو رد عليه بناء على البرومبت اللي احنا ضفناه للايجنت. طيب احنا كده محتاجين ايه تاني مثلا؟ احنا محتاجين ايه تاني نضيفه؟ طيب احنا محتاجين مثلا ان هو لو العميل مثلا عايز يطلب اوردر، عايزين نكمل بقى الورك فلو يسجل كمان الاوردر بتاعنا. طيب نقدر نعمل ايه عشان يحصل الفكره اللي احنا عايزين نعملها دي؟ تمام. طيب هنا خلينا نعمل اد تول. احنا طبعا خلاص احنا كده خلصنا يعتبر الجزء اللي هو يرد على العميل بس. طيب دلوقتي عايزين بقى يكمل الورك فلو مع العميل. العميل عايز يطلب ايه مثلا؟ عايز يطلب شيش. طب بعد الشيش هيطلب ايه؟ هياخد منه اسمه. طب عايزين اسم مثلا، ياخد منه رقم التليفون، العنوان اللي هيبعت عليه الطلب. تمام. خلينا نضيف هنا اد تول وخلينا نبحث مثلا على الشيت. عايزين طبعا هنسجل البيانات بتاعه العميل في الشيت. تمام. وخلينا هو بيقول لك هنا عايز تجيب جيت رو ولا عايز تعمل ايه هنا الاوبريشن، يعني ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيتعمل. هقول له والله احنا عايزين ابند او عايزين نضيف اصلا سطر كمان. تمام. طيب
هنا الدوكيومنتيشن احنا عندنا كلاينت بس موجود، ولكن احنا خلينا نعمل كمان شيت، او نخليه في نفس الشيت مش مشكله، نخليه نيم ونخلي مثلا هنا فون نمبر مثلا، فون، وخلي هنا مثلا ايه الطلب بتاعه، انك خلينا نكتب ايه الاوردر مثلا، اوردر، ونضغط انتر كده، نمسح الزيادات اللي احنا كنا عاملينها هنا، وخلينا هنا نعمل كلير مثلا. تمام كده احنا عندنا هنا كلاينت، وعندنا خلينا نكتب مثلا هنا ايه اسم المطعم بتاعنا، علي فود كلاينت مثلا، علي فود كلاينت. تمام جدا. خلينا نرجع للورك فلو كده، خلينا نعمل ريفرش هنا عشان يقدر يسمع التعديل اللي احنا ضفناه، علي فود كلاينت. تمام. الشيت رقم كام؟ احنا قلنا احنا في شيت هنا رقم 1، فهنكتب هنا شيت رقم 1. طيب هنا هيظهر لك يعني النيم والفون والاوردر. طيب هنا دلوقتي احنا محتاجين ان الايجنت ده يفهم ان هو لما العميل يطلب الاوردر يسجل بقى البيانات دي، يسجل النيم والفون والاوردر. تمام. طيب خلينا هنا نعمل مثلا، هنا طبعا لازم تسجل، تحط متغير، يا اما هتقول له مثلا هجيبه منين. لو ضغطنا هنا ده كده هيتحط ديفاين اوتوماتيكلي باي موديل، اللي هو الايجنت هو اللي هيضيف بشكل اوتوماتيكي. تمام. خلينا نضيف هنا برضو الفون والاوردر، يعني هو دلوقتي الايجنت هو اللي هيضيف بنفسه، انا مش هضيف حاجه. تمام. طيب الايجنت هيعرف منين بقى؟ لازم نفهم الايجنت في البرومبت ان هو هيعمل ايه بالظبط. طيب خلينا نسمي دي اسمها تول. طيب خلينا نقول مثلا دي اسمها شيت تول، عشان نقول للايجنت روح سجل البيانات في الشيت تول. تمام. احنا ممكن بشكل يدوي او ممكن بشكل شات جي بي تي زي ما احنا كده عادي جدا. تمام. ان احنا نقول له ايه يستخدم ايه ويعمل ايه بالظبط. احنا ممكن حل بسيط جدا، نخش هنا على الشيت تول وناخد برضو سكرين شوت مثلا، ننزل تحت عشان يظهر قدامه النيم كده، وناخد سكرين شوت كده، ونروح لشات جي بي تي تاني برضو، عايز البرومبت كده نشيل دي كده، الموجود يكمل مع العميل الطلب، وياخد منه الاسم ورقم الهاتف، والطلب اللي اخده، الطلب بتاعه. تمام. طيب ونقول له ايه تاني؟ نقول له مثلا انه ويسيف ويحفظ البيانات في شيت. نكتب له اسم الاداه اللي احنا استخدمناها، سميناها ايه؟ سميناها شيت تول، ونضغط انتر ونشوف مع بعض هو هيعمل ايه معانا. شوف هل هيفهم قصدنا، هيفهم اللي احنا محتاجينه ولا لا. خلينا كده نشوف هيعمل ايه. لحد ما يخلص. طيب خلينا ناخد ده كوبي كله كده، ونشوف هل هينفع ولا هنحتاج نعمل برومت بنفسينا. خلينا كده نضغط هنا على الاي اي ايجنت. تمام. خلينا ننزل تحت، نضغط على الاكسبريشن، نخش نشيل البرومت الموجود ونضيف برومت تاني خالص. ده هنا الاوردر، خليه كل حاجة زي ما هي كده، ونشوف هل هيفهم المقصد او هيفهم التفاصيل اللي احنا ضفناها ولا لا. طيب خلينا كده نعمل اكسكيوت ونروح نقول له من البداية خالص اهلا، ونشوف هنا ايه اللي هيحصل. الايجنت اشتغل المفروض وبعت الرسالة. خلينا نشوف ايه الرد هنا بتاعه.
اهلا بيك مره تانية. طبعا هو مره تانية لان هو متسيف عنده في السمبل ميموري ان انا كنت سالته تاني. تمام. اقول لك على المنيو بتاعنا ولا لا؟ طيب انا هساله تاني برضو اكني انا لسه داخل. نقول ايه مثلا، ايه المنيو عندك؟ ناخد دي كوبي كده نحطها له هنا تاني. ايه المنيو عندك؟ وخلينا نرجع نشوف. بعت لي المفروض رد عليا، قال لي عندنا تحت امرك يا باشا من عينيا. طبعا لو كل الصيغه دي الصيغه المصري ان احنا طبعا ضفناها. تمام. المنيو بتاعنا بسيط ومركز على اللي قبلك مش عارف ايه شيش. طيب احنا عايزين مثلا شيش كباب، ناخد دي كوبي مثلا. عايز هنقول له كده، نقول له مثلا، هنكتب له مثلا هنا انا عايز شيش كباب 200 درهم. طيب خلينا نعمل كده ايه، اكسكيوت، ونضغط له نشوف هل هيفهم وهيقدر يسيف ولا لا. طيب خلينا ننتظر كده. الله، اختيارك عالمي طبعا بقى. تمام. حب الطلب باسم مين يا غالي؟ احنا عايزين نسجل الطلب مثلا. خلينا نعمل برضو اكسكيوت تاني. طبعا هو خلاص احنا بنعمل اكسكيوت كل مره، وهنجرب نشتغل على الببلش، ولكن بس ايه، نجرب. تحب اسجل الطلب باسم مين؟ نسجل الطلب باسم مثلا سعيد. خلينا نكتب سعيد، نضغط انتر. عايش يا استاذ سعيد، اسمك نورنا. فاضل بس رقم موبايل، وقت التوصيل رقمك كام. طيب خلينا برضو زي ما بلغتكم نعمل اكسكيوت، نرجع نقول له مثلا رقم التليفون، اي رقم طبعا هنضيفه، ونضغط انتر. خلينا نشوف اللي هيحصل. تمام يا استاذ سعيد، كده طلبك جاهز. الطلب شيش كباب سعيد، الرقم كذا كذا، الاكل هيوصلك سخن في اسرع وقت بالهنا والشفا مقدما. طيب ده كده ممتاز جدا، واحنا يعتبر عملنا اول مشروع. خلينا نشوف بس احنا هو سيف اصلا البيانات ولا ما سيفهاش ولا عمل ايه بالظبط. ممتاز جدا. حتى في الشيت عندنا سيف الاسم، سيف رقم التليفون، سيف الاوردر بتاعنا ايه. وكده يعتبر احنا عملنا مشروع كامل متكامل. طيب احنا دلوقتي عايزين برضو نجربه بشكل تاني. خلينا نمسح الشات خالص، ديليت، ونبدا تاني من الصفر. بس بقى على نظام ببلش، يعني نقدر دلوقتي ان احنا البوت بتاعنا اشتغل تمام من غير اي مشاكل ومفيش اي حاجه حصلت، يعني اشتغل تمام معانا. خلينا نوقف الاكسكيوت كده ونعمل على وضع الببلش. طيب هنا هتضغط ببلش. تمام. هو كده ببلش، طالما الاخضر ده شغال كده ببلش معاك. طيب خلينا كده نجرب معاه بقى. نقول ايه؟ نقول له مثلا اهلا، ونبدا تاني من الصفر. اهلا، نورتنا تاني مره. عندكم ايه؟ عندنا كذا 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 كذا. طيب انا عايز كفته. اختيار ملوك الكفته بتاعتنا طعمها حكايه. تحب اسجل طلب باسم مين؟ باسم سعيد. تشرفنا يا سعيد. فاضل بس رقم التليفون، خلينا نضيف رقم التليفون، نضغط انتر. وخلينا نشوف كده. الطلب اتسجل بالفعل وهيجي لك في اسرع وقت. الطلب كفته، الاسم سعيد، رقم التليفون بالهنا والشفا مقدما. هنخش هنا هنلاقيه سيف برضو برقم التاني كفته، كله تمام مشتغل. يبقى احنا كده خلصنا يعتبر ورك فلو ممتاز جدا. حتى تقدر تستخدمه في شغلك دلوقتي حالا، يعني تقدر تتابع الخطوات دي وتطبقه على نظام شغلك بالظبط ومن غير اي مشاكل، من غير اي يعني تقدر تبدا على طول. تمام. طيب دلوقتي عايزين نوقف مثلا البوت ده، عايزين نعدل حاجه نضيف حاجه. هنضغط على 3 نقط اللي هنا، هنعمل unpublish. تمام. كده البوت حتى لو بعت له او اي حد بعت له مش هيقدر يشتغل. تمام. طبعا تقدر تاخد بقى اللينك او اليوزر نيم بتاع المطعم بتاعك وتبعته مثلا لعملائك او تضيفه صفحتك وتشغل على وضع الببلش، وبقى يستلم الرساله ليك. تمام. ويسجل في الشيت وتقدر تتواصل مع العملاء حتى بعد مثلا ما سجل خلاص، تاخد الرقم تواصل مع العميل تاكد معاه الطلب ايا كان. وكده يبقى احنا يعتبر خلصنا ثالث رقم ورك فلو رقم 3. وان شاء الله نقدر نعمل حاجه اقوى، وهنرد برضو على اسئلتكم من ناحيه التكاليف اللي ممكن مستخدمه، من ناحيه الاوتوميشن، من ناحيه وظائف الاوتوميشن فيما بعد حتى لو انت مش هتستخدمه، من ناحيه اللي هو تفيد شغلك او حياتك اليوميه، حتى عايز تخليه كمسار او مجال وظيفي ليك. انا هقول لك على كل التفاصيل دي. خليك معانا برضو وخلينا متابعين.
طيب يا شباب، دلوقتي هنرد على اسئلتكم، واي اسئله هتيجي في دماغك لو لسه بادئ من الصفر. اولا طبعا مجال الاوتوميشن او الشغل على ان هل في وظائف فيما بعد؟ هل اقدر اجيب شغل؟ هل اقدر اجيب عملاء؟ طبعا كل حاجه على ربنا، وطبعا اهم حاجه انك تسعى وتبدا بنفسك حاليا، ثم ان شاء الله كده ربنا هيكرمك طالما انت سعيت وتعبت في الموضوع. طيب الموضوع النهارده في الكورس انت بدات تعتبر اول خطوه في سلم او بدايه الاوتوميشن. تمام، مش هقول لك ان ده كده ادفانس او اللي هو تقدر تبدا من بعديه خالص، لا، تقدر تشوف مراجع كتيره وفيديوهات كتير. طبعا كفايه الاونلاين والفري اصلا على اليوتيوب كفايه، وعندك طبعا مجالات مدفوعه برضو ممتازه، ولكن نقول على الفري كفايه برضو جدا انك تقدر تشوف المحتوى الاجنبي والمحتوى العربي. كل ده هيفيدك وهيديك خبره كبيره جدا. طيب من ناحيه مجالات الوظائف، في عندنا دلوقتي نزل وظائف في حاجه اسمها AI automation. AI automation دي مجال كبير، تمام، مش مخصص بس على N8N، لان ال N8N اصلا هي منصه زي ما بلغتكم في اول فيديو، هي منصه او اداه بنستخدمها بس، يعني في منها في ميك، في منصات كتيره جدا زيها، ولكن في حاليا نزل شغل كمان لمتخصصين N8N. تمام، طبعا في كفريلانس، وفي كمان بينزل وظائف كتيره بشكل دوري على الجروبات طبعا وعلى المنصات الاخرى، ولكن هوريكم النهارده بعض الامثله على موجودين بالفعل فريلانس، موجودين على منصات عربيه واجنبيه. طيب خلينا نخش كده على خمسات عندك. ده كل دول شباب شغالين متخصصين في N8N، مهندسين ممتازين جدا على N8N. كل واحد بيحط تسعيرته، بتبدا معاه الخدمه الواحده مش الفلو، يعني ده خدمه واحده تبدا من $10، في من $20، في $25، واسعار طبعا كتيره جدا. طيب ده بيعمل ايه؟ بيعمل نظام او بيعمل اوتوميشن او بيحل مشكله زي اللي احنا كنا عاملينها. يعني احنا لو رجعنا هنا زي اللي كنا عاملينها بالظبط، هنا ده كده الاوتوميشن او الورك فلو اللي احنا عملناه، فهو بيعمل ورك فلو فبيقدر يسلمه ويسعر على اساسه. طيب يبقى احنا كده عندنا بالفعل بقى في تخصص N8N في وطننا العربي. يعني في ناس متخصصين في الفريلانس، وفي شركات بتطلب ناس متخصصه تعمل لها بقى انظمه اتمته، تحل لها مشاكل وهكذا. طيب عندنا في اب وورك مثلا اكتر من شغل على N8N. تمام، ويبدا الستاندرد والادفانس والستارتر. تمام، انك تبدا الاي اي اوتوميشن وتبدا تعمل حد يعمل لك يعني الخدمات دي، واسعار طبعا كبيره جدا. تمام، طبعا انت تقدر تعرض شغلك هنا وتقدر تعرض شغلك هنا. تمام، وبتعمل بورتفوليو لنفسك. يعني انت اصلا تقول لي مثلا انا هعمل ايه او ابدا ازاي، تبدا تتعلم الاول ازاي تبني ورك فلو اكتر واكتر، تعمل مشاريع، تبتكر كمان مشاريع. تمام، يعني تيجي تقعد في دماغك مثلا تحل مشكله عند مثلا في شارعك في منطقتك، تشوف مثلا حد مطعم تعمله حتى لو مجانا، تقدر تعمله الفلو ازاي تطبق عليه وتحل مشكلته. دي من الحاجات اللي انت هتحتاجها جدا جدا جدا. تمام، فمبدئيا انت مش محتاج تدفع اي تكاليف خالص. هقول لك ازاي. خلينا نرجع كده الجزء اللي ورا. يبقى انت هتشغل N8N من خلال مثلا N8N صفحتها الرسميه زي ما بلغتك، هي هتكون 14 يوم. طيب بعد 14 يوم ممكن اعمل ايه؟ في حل تاني انك تعمل اكونت جديد مثلا وتاخد 14 يوم كمان لحد بس ما تقف يعني تفهم الموضوع اكتر. تمام، طيب انا طبعا مش شايف ان التكلفه عاليه شويه، لانك انت هتاخد بس 2500 اكسكيوشن، يا ريتها حتى كفي بي اس او سيرفر. تمام، طبعا مش لازم تفهم الكلام ده قوي، بس اللي هو التكلفه ان غاليه شويه. طيب عندنا حل تاني والاشهر هو هوستنجر بيوفر بلان N8N جاهزه. تمام، نقدر نختار شوز بلان وهيوفر لك N8N موجود شهريا تقدر تدفعه. طيب خلينا كده نشوف اسعار الباقات الموجوده. طبعا بعد ما تخلص ده، يعني انت بعد ما تخلص اصلا ال 14 يوم او نقول مثلا هتاخد 28 يوم باكونت جديد، ولكن لازم طبعا بقى ايه، يا تشترك مثلا مع N8N تاخد سيرفر تعمل، بس لازم عشان تقدر تطلع برودكشن او شغل. تمام، خلينا نخش على هوستنجر كده نشوف ايه مثلا التكلفه الشهريه لهوستنجر. طيب هنا بيقول لك ده السعر ده لمده سنتين، يعني انت تاخد الباقه سنتين، هتدفع في الشهر $5 تقريبا، في السنتين تدفع $120. طبعا خصم ممتاز جدا، تحفظ اكتر من $210. ولكن طبعا انت في البدايه وزي كل ما بدانا مش عايز طبعا تدفع التكاليف دي كلها. هتختار شهر هيبدا معاك الشهر من $8، ده اول شهر بس. بعد كده تاني شهر خد بالك وركز في حاجه شبه كده، تدفع $14 شهريا لN8N. وعلى البلان اللي كان احنا شايفين تفاصيلها من شويه، هنا تختار طبعا الابلكيشن وتكمل الخطوات، هعمل لكم فيديو مخصص ليها لوحده. تمام،
وبتبدا ب 14، يعني تبدا $8، بعد كده الشهر الثاني يبدا من $14، وطبعا الباقه مش كبيره فهتحتاج تعمل ابجريد. تمام. وفي الحل رقم 3 هو رؤيه اي اي، زي ما وريتكم قبل كده. رؤيه اي اي بتوفر في بي اس لان ات ان بشكل كويس جدا، وحتى منافس لهوستنجر في ناحيه الاسعار. بيبدا معاك الباقات من 200 جنيه، والدفع طبعا زي ما بلغتك بفودافون كاش وغيره، وبرضه في شويه خدمات برضه بيضيفوهم هنا، هبقى افهمكم واحده واحده. 2 جيجا رام، 1 سي بي يو، ده طبعا يقدر يشغل لك مشروع صغير او حتى تبدا تشتغل عليه. وهنا باقات طبعا تقدر تشغل عليها بقى شغل كبير او برودكشن لعملائك ان شاء الله فيما بعد. فدي حلولك الموجوده والمتاحه حاليا والامان. تمام، تقدر تعتمد عليها. طيب ادوات زي مثلا الموديل اللي احنا حطيناه هنا ده، شات موديل ده ليه تكلفه بنظام الكريدت، يا الا من اوبن راوتر، يا الا برضو ممكن تستخدم من رؤيه، في عندهم ال ال ام اي بي اي موديل. تمام. تقدر تشحن بالكريدت، يعني انت كل ما بيحصل اكسكيوشن مثلا زي احنا قلنا هنا، رسائل بتحصل بيخصم من الكريدت ده. تمام، بيخصم من الكريدت الموجود عندك هنا. تمام. طيب خلينا نعمل ريفرش كده ونشوف ايه الموديلات الموجوده. موجود كل الموديلات تقدر تستخدمها في البدايه. تمام. وتقدر هنا تشحن لو انت عايز تشحن معاك من اول $2، $5، $10. وعندك برضو من اوبن راوتر بيوفر برضو من اول تقريبا $5 او $2 مش متذكر، وتقدر تشحن وتاخد اي بي اي وتشغل عليه شغلك. ولكن في الاول استخدم الفري ده كفايه، تقدر تستخدم بيه كويس جدا. في حاجات توصل التوكنز بتاعتها ممتازه. تمام. يعني تقريبا هنا الانبوت $2.5، تقدر تستخدم اكتر من نص مليون تقريبا هنا. تمام. فدي برضو بعض الاسئله اللي كانت بتيجي في دماغ اي حد او جت في دماغي وانا لسه بادئ. تمام. وخلينا برضو نقول هل فيما بعد هحتاج تكلفه قد ايه والحاجات دي كلها. انا بقول لك من دلوقتي خليك في الفري حاليا. تمام. وفيما بعد ان شاء الله انت هتكون فاهم وتقدر تحكم على الموضوع، هل الموضوع يستاهل. يستاهل بالفعل، واكيد شايف الضجه عن الموضوع. الا ما كنتش طبعا كملت الفيديو لحد هنا. تمام. وطبعا شكرا لكم يا شباب، ولو احتجتوا اي تفاصيل او اي مشروع معين يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، او تبعتوا لنا على الواتساب الخاص بالدعم في اسفل الفيديو في الديسكريبشن. شكرا لكم.